ان شاء الله هنلتقي دلوقتي بالاستاذ الشاعر عاطف الجندي، وهيكون لنا ان شاء الله مع ضيفي اللقاء الاستاذ عاطف الجندي والباشمهندس محمود الفحات اكثر من لقاء على مدار الندوه ان شاء الله، ولكن نستهل به فاتحه خيريه لتلك الندوه شاعر من شعراء الفصحى المطلوقين له مكانه بارزه، ولن اتحدث عن مكانته الادبيه، فكل شاعر يقدم نفسه كشاعر. معنا الان الاستاذ الشاعر عاطف الجندي. شكرا لك حمدي. في الحقيقه القصيده كتبت يوم 25 بالفعل، ورحت يوم السبت عشان انشرها في القاهره، وخاصه عندما علمت ان اللي ماسك الصفحه الادبيه في جريده القاهره كان مشارك معنا في الثوره واصيب يمكن، ولكنه رفض طبعا ان ينشرها، وقال الحرف الواحد انا ما اعرفش الرياح تودينا فيه. قلت له عموما الثوره هتنجح ومش هاجي انشرها عندك بالفعل، والحمد لله نشرت في اكثر من جريده، ونشرتها بالظبط يوم 2/2 عندما عاد الانترنت. قصيده كانت صرخه بالفعل، اسمها رساله الى طاغيه. 30 عاما 30 عاما وما من جديد، 30 عاما وما من جديد، سوى أن رجعنا لعصر الجليد. فقدنا الذي كان بين الأحبة دفع اللقاء بحضن الوريد، فقدنا البكارة في كل شيء، وصرنا عبيدا وما من عبيد، وصرنا رمادا لمجد تولى، وصرنا غبارا لماض تليه، وصرنا سبايا للبس التملك، فتوى الطوارئ حكم الحديد، لنا كل يوم بكاء جديد، وحزن مقيم وقهر فريد، وأنت بأعوامك الكثر باق علينا، تبيض الضياء وتفني النشيد. ولو كنت ربا فإنا كفرنا بآيات حسنك، ها قد مللنا وضاق الفضاء وما من مريد، وما كنت يوما رسولا بشيء سوى دعوة للضنا والوعيد. 30 قهرا 30 قهرا وما قد شبعت، وتبغي مزيد المزيد المزيد، رصيدك في الحب صفر وفي الفقر شعب، وأيامك السود لا تنتهي أو تحيد. شقيقك في البطش في جدة الآن يبكي عليك ويدعوك أن تختفي